تخيل تفضل سنتين 3 تشتغل علشان تجيب عربيه احلامك، واول ما تجمع الفلوس قرر تستورد عربيه من اوروبا، واول ما تجيب عربيه احلامك تيجي ماشي بيها هنا، مع اول مطب تجي لك رساله على الشاشه ان العربيه هتبطل بعد 20 كيلو ولازم ترجع للوكيل، وتروح لحد يقول لك انا هكود لك العربيه، وبعد ما يكود تمشي يومين وتلاقي عطل تاني ظهر والعربيه سجلت دي بي اف، تحاول تدور على حد علشان يعمل لك صيانتها ما تلاقيش، تفضل مكمل تاني تلاقي ظهر لك عطل تاني ان في مشكله في سيستم الاد بلو والاي جي ار والعربيه تقف خالص. معظم العربيات اللي ورد اوروبا بيكون فيها المشكله دي، بالاخص العربيات الديزل ايا كان نوع العربيه، عربيه الماني، عربيه كوري، مرسيدس، اودي، ستروين، عربيه شيفروليه، اي عربيه فيها سيستم اد بلو ودي بي اف واي جي ار ورد يحصل فيها المشاكل دي ولازم صيانه، لان لو انت اهملت فيها ممكن العربيه تقف خالص او الموتور يبوظ. ولو انت مالك لاي عربيه من اللي احنا اتكلمنا عنها ان كانت مرسيدس او اودي او شيفروليه او حتى عربيه كوري، ما تقلقش، مع عمار انت في امان. ما تنساش تحجز معانا وتسال على العروض عشان تامن عربيتك وتسافر براحتك، ما تكونش في ريسك خالص، وتامن مكنه عربيتك. استني ايه؟ احجز صيانتك واسال على العروض. سلام عليكم. لا بصراحة تيم رائع واستقبال فوق الوصف بصراحة، يعني تحس إن أنت في بيتك تاني يعني. بصراحة لما جيت عندكم عند أبو عمار بصراحة حل لي المشكلة، ومع أبو عمار مفيش مستحيل.